والعنجهيه واخداك. تروح كيف يا ابو مخ غشيم انت؟ ليه فكرك حد هيعرف يكلمني؟ ده ناخد حق التالت ومتلت كده في اي قعده. تاخد حقك تلت ومتلت، واحد ما تعرفوش يقول لك تعال لي عند البيت ولا تعال في اي حتي، حفرجك على 20 حتي، تاخد معك فلوس وتروح هناك تقابله. ده اسمها غشامي، لا هي عافي ولا حاجه ولا نصاحه. دي اصلا ايه؟ عامل زي الطور، وقت ما يزقوك تزق، ما انا مرتاح فيك اصلا. يا ابوي صيتنا سابق هيخافوا مني. ولنا عدوين كتير، لو كانوا يحبونا 1000 في مليون هيكرهوني. اب حاضر ابوي، عملت ايه معاه؟ ضيعت البيعي؟ عملت لي ايه؟ ضيعت البيعي؟ لا برضه ده كلام، ده انا حضيع عمره كله خالص. الواد محبوس جوا اصلا، حابسه مع الرجاله جوا مسلين عليه من امبارح. انا عايز اعرف اصلا الواد دي مين اللي دله عليني وقال له ان احنا عن تجربه في السلاح، وبعدين اصلي ما ركبش في دماغي، ما قاليش عايزك انت ولا حتى انا يجيني، لا ده هو طلبك انت بالاسم، عايز ولدك احمد يجيني يتفرج عليهم. بصراحه انا الشيطان لف في دماغي، قلت ايه الواد ده اكيد في حاجه بينه وبين احمد، لازم في حاجه غلط، واحد عدو واحد كاره. انما انت تقول لي لا انا قال كرهت عشان البيعه ما تضيعش، لا ضيعك انت عشان خاطر اكسب لي كم الف اني. لا يا ابوي عندك حق، خلاص انا هروح واطل عليه واعرف مين اللي بعته. والله العظيم لو كان جاي خير حنشيله فوق راسي، اذا كان فيه كده ولا كده يبقى مش هيرجع الناس تاني. اسمع بس، مش ناقصين تقلب الدنيا عليني، حاصل كديه ولا كديه ما تموتهوش، علم عليه بس، كسره، اضربه بطلقه في رجله وخليه يغور، ما فضلوش هنا ولا فضيل المشاكله. خلاص حاضر يا ابوي، زي ما فهمتك، عشان مخك الغشيم دي ممكن يلبسنا كلنا كلبوش. ما تقلقش يا ابوي، انا ديب من ظهر ديب، لا ده ولا 10 زيه ياكلوا ولا يشربوا معاي. طيب يا سيدي روح توكل على الله وهدي نفسك شويه. حاضر يا حاج، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شايف يا جد عليكم دخلتوا في مشاكل ما تبطلوا احسن. احنا هنعرفوش نعيشوا من غير مشاكل يا ولدي؟ ده احنا بناكل ونشرب ومشاكل، ربنا خلقنا على كده هنعمليه يعني. يلا بينا عشان نروح ناكلوا 6 طبخان وطبيخ حلو بدل المشاكل، هات ايدك يلا بينا. يا راجل عيب عليه، انا قلت لك حمسكك حته مميزه، اللي ماسكينها في الصعيد معدودين على الصوابع كده. ايوه يا راجل جوك امريكا، ايه حاجه بسم الله ما شاء الله هتعجبك، انا في انتظارك.